السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم حبايبي عاملين ايه؟ النهارده بإذن الله طالعين من فيديو جديد، بس كالعادة قبل ما بنبدأ الفيديو بتاعنا بنصلي على الرسول. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. النهارده يا حبايبي بإذن الله معانا ايه؟ معانا الهاند برينتر في الجهاز بتاع العروسة، الطقم اللي أنا جايباه لبنتي. طبعا أنا كنت جايباه بسعر قديم والأسعار من زمان لدلوقتي اختلفت. أنا كنت جايباه 500 جنيه، هو دلوقتي عامل 1200 جنيه. طبعًا في فرق أسعار وفي فرق كتير أوي في الأسعار. هنبدأ بقى يا حبايبي نشوف الطقم اللي معانا إيه هو، وهنشوفه حاجة مع بعض وأتمنى يا رب إن هو يعجبكم. بُصّوا يا حبايبي، أول حاجة معانا اللهم صل على النبي، دوّة الجهاز بتاعه اللي هو بيشغّله أهو، دوّة اللي بيشغّل لنا الكَبّة وبيشغّل لنا الهاند وبيشغّل لنا مضرب البيض. بُصّوا يا حبايبي، دوّة أهو اللهم صل على النبي. أهو أنا حاولت إن أنا أبيّن لكم الماركة بتاعته أهو، هو مكتوب عليه تركيا. هو فيه يا حبايبي سرعتين، السرعة الأولى والسرعة التانية بتاعته أهو. هنشوف بقى مع بعض إيه تاني. بعد كده يا حبايبي بقى اللهم صل على النبي، معانا الكبة بتاعته أهيّة، هي سعة 250 أهيّة. دي اللهم صل على النبي بنفرم فيها اللحمة، البصل، الحاجات اللي هي عاوزة تفرمها فيها أهي. هنشوف من جوّه السلاح بتاعها شكله إيه. أهو يا حبايبي أهوّة، أدي السلاح بتاعها من جوّه، دوّة الشكل بتاعه. بس يا حبايبي هو حامي أوي أهو. ديّة أهي أدي سعة الكبة بتاعتنا، اللهم صل على النبي، السعة بتاعتها حلوة أهو، أدي شكلها. بُصّي يا حبايبي أهو اللهم صل على النبي، أدي الجهاز بتاعها أهو بنركبه أهو، كده أهوّة ركبناه. أتمنى إن هو يكون باين معاكم أهوّة. أول حاجة يا حبايبي أهي اللهم صل على النبي، معانا الكبة ومعانا الجهاز اللي هو بيشغّل كل الحاجة. هنشوف إيه تاني. بعد كده يا حبايبي معايا المضرب دوّة اللي هو اللهم صل على النبي، دوّة المضرب بتاع البيت أهو، دوّة الشكل بتاعه. وأتمنى إن هو يكون باين معاكم. هنشوف بقى الحاجة بتاعته. أدي يا حبايبي المضرب. بُصّي يا حبايبي أول حاجة أهوّة دوّة أهو، اللهم صل على النبي، لو بنعمل كريم شانتيه بنضرب بندي دوّة. وأدي التاني أهو برضه بنركبه بنفس الطريقة. أهو يا حبايبي أدي اللهم صل على النبي، أدي المضرب بتاع البيت، هنركبه مع بعض ونشوف شكله. بُصّي يا حبايبي هو بيتركب هنا كده. بُصّي يا حبايبي أدي شكله أهو، ادي شكل بعد ما ركبته. آدي بقى معانا دوّة كده بقى مضرب البيض. يعني أنا كده استغنيت عن إن أنا أجيب مضرب بيض. اللهم صل على النبي، الطقم دوّة كامل مضرب البيض والكبّة، فأنا كده مستغنية عن إني أجيب مضرب بيض إيه تاني خارجي. أهو دوّة. أهو يا حبايبي بعد كده معانا أهو، آدي تاني حاجة أهوّة. آدي كده دوّة كده المضرب بتاع البيض. هنشوف إيه تاني مع بعض. بعد كده بقى يا حبايبي اللهم صل على النبي، معايا اللي هو الشفشق اللي هو المعياري دوّة أهوّة. مكتوب عليه طبعًا مكتوب عليه 100، 200، 300، 400 لحد ال700 أهو، ده الشكل بتاعه أهوّة يا حبايبي اللهم صل على النبي. لو هي بتستعمله أهو، بيبقى أدي الشكل بتاعه. لو عاوزة إن هي تضرب حاجة في الشفشق بتاعه أهو يا حبايبي أهو دوّة، ده أهو أدي الشكل بتاعه. أتمنى إن هو يكون واضح معاكم أهو. هنشوف بقى مع بعض إيه تاني. بُصّي يا حبايبي معايا بقى أهم قطعة فيهم أهي ديّة أهو. بُصّوا اللهم صل على النبي، اللي هو دوّة stainless steel 18/10 دوّة. يتحمّل الحاجات السخنة كلّها، لو بتعمل عدس، بتعمل قوطة أهو. بُصّوا وأدي السكينة بتاعته من جوّه أهي يا حبايبي، أدي شكله أهو. هنشوف بيتركب إزاي. بُصّوا يا حبايبي اللهم صل على النبي، أدي الشكل بتاعه. هو الهاند blender دوّة بالكَبّة بتاعته بحاجته. هو حاليًا في الوقت اللي إحنا فيه دلوقتي عامل 1200. بس السعر اللي أنا كنت جايباه بيه لأ، أنا كنت جايباه بأقل من كده خالص، لإن أنا كنت جايباه من حوالي سنتين، كان عامل حوالي 500 جنيه. طبعًا السعر بقى ضعف الضعف. الحاجة طبعًا لو أنا كنت مثلًا جايباها من سنتين، من 3 ب100 ب200، لأ دلوقتي بقت أسعار خيالية جدًا. فاللي هي لو أي واحدة معاها أي بنت صغيرة ابدئي جهّزي وشيلي، عشان أنا اتسألت السؤال ده كتير. أجهّز بنتي، أجيب ما أجيبش؟ لأ هاتي وشيلي، حاجة المطبخ ما بتخسّرش، حاجة زي كده ما بتخسّركيش، بتجيبيها وبتشيليها يا حبيبتي، ما بتخسّرش في أي حاجة. والحاجة لو كانت النهارده ب100 جنيه فبكرة ب200. يعني بُصّي أنا كنت جايباه ب500 جنيه،
شوفوا دلوقتي هو بقى بكام، بقى عامل 1200 جنيه، أنا لسه من أسبوع سائلة عليه عامل 1200 جنيه. هنشوف بقى مع بعض إيه تاني. بعد كده يا حبايبي بقى معايا اللهم صل على النبي، معايا الجزء دوّة تقريبًا عجّان، بس متهيأ لي إن هو يعني حاجات خفيفة، هياخد حاجة خفيفة كده أهو. طبعًا إحنا لسه هي بقى هتبقى تجرّبه مع نفسها وهتبقى تقول لي دي بتاعة إيه واستعملتها وهل حلوة والّا لأ، هنشوفها بتتركب فين. بُصّي يا حبايبي بقى اللهم صل على النبي، هي بتتركب هنا في الكبة، هنشيلها أهو، بنشيل الجزء دوّة، طبعًا بنخلّي بالنا عشان السلاح بتاعه حامي أوي، وأهي بتتركب كده أهوّة، أهو دوّة يا حبايبي الشكل بتاعها أهوّة. أهو بنركب الجزء يا حبايبي، بنركب الجزء دوّة أهو، وبنبدأ إن إحنا نستعملها. دوّة شكلها أهو من جوّه، أتمنى إن هي تكون باينة معاكم، وأتمنى إن أنا أكون وضّحته لكم كويس. أهو دوّة الشكل بتاعه، هنشوف بقى معانا إيه، آخر حاجة معانا إيه. بُصّي يا حبايبي آخر حاجة اللهم صل على النبي، معانا الحامل بتاع الطقم بتاع الكَبّة والhand blender والمضرب بتاع البيت، أهو هو اللهم صل على النبي، في كده من هنا إخرام، يعني لو حبينا إن إحنا نعلّقه أهو بيتعلّقوا، حبّة إن هي هتحطّه مثلًا كده هيتحط أهو. هنحط بقى الحاجة بتاعته، أول حاجة الكَبّة بتاعتنا أدي المكان بتاعها، أدي يا حبايبي مكان الكَبّة زي ما إحنا شايفين. بعد كده اللهم صل على النبي، المضرب اللي هو بتاع البيت دوّة أهو المكان بتاعه، آدي مكانه يا حبايبي. بعد كده يا حبايبي معانا الجزء دوّة أهوّة هنا أهوّة، كده كل حاجة من الطقم بتاعنا في مكانه أهوّة، كده أهو يا حبايبي. آدي الحاجة بتاعتنا اتركبت مكانها، وآدي الجزء دوّة أكيد أهو، وآدي الشكل يا حبايبي النهائي بتاعه. بُصّي يا حبايبي وآدي الجزء اللي هو المراية بتاعها أهوّة، أهو. آخر حاجة بقى يا حبايبي معانا اللي هو الجزء دوّة بتاع الكبّة، لمّا بنكون بنعمل حاجة وحابة إن أنا أنزّل البصل اللي أنا فارماه أو اللحمة أو الحاجة بالجزء دوّة، أهو زي السكينة كده. دي يا حبايبي كانت آخر حاجة معانا في الطقم بتاعنا، أتمنى يا رب إن الطقم بتاعنا يعجبكم وإن عجبكم ما تنسوش تشتركوا معانا في القناة وتفعّلوا لنا الجرس، وعاوزين منكم لايكات كتير عشان بإذن الله يوصل لكم مننا كل جديد، استنونا.